هي بودكاست مساحة أمان لكل ست عايزة تعبر عن نفسها من غير ما تكون مضطرة لأي تبريرات أو تحس بأي أحكام ضدها. هنكون معاكي كل يوم خميس الساعة 7 بتوقيت القاهرة على يوتيوب، سبوتيفاي، أنغامي، أبل بودكاست وبلاتفورمز تانية كتير، عشان تشوفي وتسمعي حكاية ست شبهي وشبهك قررت تشارك معاكي المسكوت عنه. لو عايزة تحسي انك متشافة ومسموعة، ما تنسيش تعملي سبسكرايب ولايك وتتابعينا. اهلا بيكي في حلقة جديدة من هي بودكاست في الموسم الاول، الموسم اللي بنتكلم فيه عن الحدود والحواجز، واللي بتلعب دور اساسي في حكاية كل ست وفي رحلتها. وزي كل مرة بنقول، يا تكحلها فتحليها يا تكحلها فبتعميها. النهاردة الحدود والحواجز هياخدونا في حكاية كل ست قررت ان هي تكون مختلفة، قررت انها تكون متميزة، بتاخد قراراتها بشكل مختلف، حياتها فيها كتير اختلافات عن اللي كتبه لها المجتمع واللي شايفه لها المجتمع. الست دي يا حرام دايما محطوطة في كورنر، كل إنجازاتها بتتشاف شمال. دلوقتي هي ست عارفة هي عايزة ايه، فتبقى ست صعبة وسخيفة، ست ناجحة ونجاحها مختلف، فهي تبقى يا مجنونة يا المرأة المتوحشة، دايما محطوطة في حتة عكس اللي هي عايزة تروح له. معانا النهاردة ومعاكو لينا فهمي. اهلا بيك يا لينا. اهلا يا شيخ. عامله ايه؟ الحمد لله. ثانك يو ان انت جيتي وشرفتينا. ثانك يو ليكي. ان شاء الله تبقى حلقه جميله يا رب ان شاء الله. وعلشان هي مناقشات وحكاوي من قلب للقلب، فهسيبك انت تعرفي المستمعات والمشاهدات بلينا بالطريقه اللي تريحك. ابدا لك منين ولا منين؟ من الحته اللي تريحك. بما انك قلتي على الاختلاف فانا حابه اعرف نفسي. خلينا نرجع شويه. اوكي. يعني انا اسمي لينا، حاليا بشتغل فاشن ستايلست ايمج كونسلتنت. عندي بلاتفورم على السوشيال ميديا بدي فيها تيبس اند تريكس ليها علاقه بالستايلينج، بس ده ريسنتلي. لكن قبل كده انا اشتغلت حاجات ودرست حاجات كلها ملهاش علاقه ببعض. اوكي. يعني من مدارس فرنسي لاداب فرنسي لمضيفة طيران، لمدرسة عربي، لمدرسة انجليش، لماركتينج، لسيلز. اكشلي مش ماركتينج، كمان اشتغلت سيلز. فهي كلها حاجات ملهاش علاقة ببعض. واو. لديزاين اشتغلت كفاشن ديزاين فترة. يس، بس للأطفال، لبس أطفال. حلو قوي. اكسسوارز، عملت براند انا بحاول ابتكر معاكي. طلعي كل اللي عندك. كل ما ابتكر بقول لك اهو. وام بقى، ربنا يخليهم لك يا رب. يا رب. لا، وام البنات صح؟ لبنات. واو. طيب، كل الحاجات المختلفة اللي انتي قلتيها دي، اكتر حاجة فيهم حسيتي فيها لينا ولقيتيها فين؟ اللي انا فيه دلوقتي. والطيران to be honest. اوكي. يس، يمكن الطيران كان حلم من وانا صغيرة. والحمد لله الحمد لله حققته. لانه انا بحب السفر وبحب دايما اقابل ناس different culture. فاهمه قصدي؟ اللي هو بحب دايما اتعامل مع ناس مختلفة. دي في طبيعتي من وانا صغيره. طول عمري احب اصاحب ناس اكبر مني واصغر مني، مش بس في سني. فالطيران كان بالنسبه لي حاجه من الحاجات اللي لقيت نفسي فيها جدا، واللي انا فيه دلوقتي. مش بس كفاشن، لا، هو حاجه ليها علاقه. انا بالنسبه لي الفاشن ده ليه علاقه بنفسيه الست. مش مجرد لبس وترند وبحط ايه على ايه والوان ايه على ايه. لا 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 لا، ده اعمق من كده بكتير. بكتير. قد ايه اللبس والحاجه اللي احنا بنلبسها دي بتفرق معانا جدا كستات وفي نفسيتنا. ده غير انها بتوصل المسج اللي انت عايزه توصليها.
لو فهمتي تعمليها ازاي بتوصل مسج معينه. حلو. احنا فدي هنيجي دراسة يعني. كلنا بقى نتعلم منك ازاي نوصل مسج وازاي نلبس وازاي نظبط النفسيه. بس خليني كده هسألك سؤال، لانه الستات المختلفات واللي قررت ان هي تبقى متميزه وغير بتبقى خرجت عن السكريبت اللي كاتبه لها يا العيله يا المجتمع. للاسف بيسموها متمرده مش متميزه. المتمرده. حلو. طيب ايه السكريبت اللي كان مكتوب لينا ولحظه التمرد جت ازاي وامتى ورحت لها ازاي؟ بصي انا حصل لي ده مرتين في حياتي. اوكي. في الطيران. ايوه. اللي هي الحاجتين فعلا اللي انا شفت نفسي فيهم. اول مره الطيران انا دخلت جامعه ما كنتش حابه اخشها، بس لان مامتي اصرت على اني اخش الجامعه دي فدخلتها، فبناء عليه انا اصريت ان انا هخش الطيران. وكان في ديل انه تمام عايزه تخشي الطيران اوكي، بس لو سقطتي مش هتكملي. وبقول سبحان الله ان دي كانت حاجه حلوه جدا ليا الحمد لله، لان انا ما كنتش حابه الجامعه. فالطيران كان بالنسبه لي من كتر ما كنت حباه اللي هو كان ده الهدف اللي انا لا انا مش هسيبه فانا هنجح. فاهمه؟ فاللي هو خلصت الجامعه بتاعتي بسبب الطيران. تاني حاجه الاندستري اللي انا فيه دلوقتي او الفيلد اللي انا فيه دلوقتي، انا قبليها كنت بشتغل مدرسه، وكنت بشتغل مدرسه في دبي وبعدين جيت هنا وكنت عملت كارير. فاهمه قصدي؟ والناس كلها كانت مستغربه ومش فاهمه لما قررت اسيب التدريس. ليه؟ لا هو انا هسيبه. انا ما بقولش لحد انا بعمل حاجه ليه او ده ريسنتلي يعني بصراحه بقيت بشوف انه لا انا فكرت واستخرت وشفت ان انا مش مرتاحه فانا مش هكمل في الحاجه دي. حلو. جالي تناقضات كتير قوي، انه سايبه شغل في وقت الناس مش لاقيه فيه شغل كويس، وعملتي فيه اسم وعملتي فيه فلوس والكلام ده كله علشان تعملي ايه. فكره السوشيال ميديا محدش كان فاهم، واقرب الناس ليا انتقدتني اللي هو انت يعني تدرسي ستايلينج، ايه ستايلينج ده اصلا؟ وانا بقى ايه يعني؟ انا اصلا دخلت هو انا هاخد كورس ستايلينج وهدرس ستايلينج وانا ما اعرفش هعمل بيه ايه يعني انا شخصيا ما كنتش عامله بلان. اوكي. بس انا كنت مقرره ان انا مش هكمل في الحاجه اللي تعباني. انا كنت وصلت اللي هو انا مش عايزه اكمل في التدريس انيمور، ومش لاني ما بحبوش بالعكس، بس كنت واصله لمرحله اللي هو هياخد مني مش هيديني. الاول انا كنت بتعلم وبعلم، بعد كده لا خلاص هو بقى في مرحله كده بتجيلك في حياتك بتحسي ان الحاجه اللي انت فيها دي بتستنزفك اكتر من ان هي بتديكي. حلو. انا لما وصلت لمرحله ان انا مش قادره اقوم من النوم واروح الشغل، لا، مع ان عشان في ناس ممكن تفتكر ان دي رفاهيه، بس لا، هو انا الوقت ده تحديدا ما كانش عندي الرفاهيه الماديه ان انا اخد قرار زي ده. بس خدتيه علشان تقومي من نومك لحاجه انت حباها. خدته. لا مش قادره احس ان انا لا هو نفسيا انا متدمره. لا خلاص مش هعمل ده انيمور، وايه اللي هيحصل هو على ربنا يعني، ان شاء الله باذن الله ربنا هيكرم. ما هو كرم وحصل كل خير اهو. لقينا حد هيظبط النفسيه عن طريق اللبس ويخلينا نوصل رسائل معينه. طيب خليني بقى ايه اخد من كلمه انتي قلتي ايمج ومسج وكلام كده لطيف، فانا هاخده بس احطه في حته تانية. ماشي. ساعات ستات يا اما بتبقى مختلفه او مميزه علشان بيكون قرار واعي منها، او علشان عايزه توصل رساله معينه، او عايزه لنفسها صوره معينه بتحمي بيها حاجه جواها هي الوحيده اللي عارفاها. لينا بقى مين في دول؟ كل دول. اوكي. بصي احنا كلنا كستات بفطرتنا بنطلع
اتباعيه، بنتبع. يعني دي فطره الست على فكره، ان انت بتطلعي تبع لباباكي، تبع لاخوكي، تبع لجوزك بعد كده. بس وانت بقى بتكبري بتتعرضي لحاجات بتخليكي لا بتكون شخصيتك اكشلي. يعني شخصيتك بتختلف، بتكون شخصيتك بلس طبعا في اوكي في شخصيه انت مولوده بيها اوريدي، بس الحاجات اللي بتتعرضي لها دي يا بتخليكي اقوى يا بتخليكي بفطرتك وبشخصيتك وبطبيعتك. انا كل دول اوكي. يعني اللي انا فيه دلوقتي بسبب ان انا تعرضت لحاجات كتير اثرت عليا، خلتني اخد قرارات في اوقات معينه كان استحاله ان انا افكر ان انا اخد قرارات زي دي مثلا. بناتي نفسهم ربنا يخليهم يا رب. كانوا سبب في قرارات كتير اخدها. حلو. طيب بالنسبه بقى جبتي سيره البنات الامهات المختلفه والمميزه ساعات بتدخل كده في حته اللي هو ان هي مختلفه فبتربي الاطفال بطريقه مختلفه. ساعات التربيه من الاطفال نفسهم بتتفهم غلط او بيساء استخدامها، فهتبقى محتاجه تحط حدود. فالسؤال الاول، ايه نوعيه الحدود اللي انت بتحطيها علشان تفضلي مميزه مع الاطفال او هم بقى دلوقتي كبار ما شاء الله ربنا يخليهم، وفي نفس الوقت تحافظي على ان انت ام؟ بصي، اولا الام المختلفه دي يعني خليني اخد بس بارت الاول، انه بتتعرض لانتقادات خارجيه غير طبيعيه. كونك ان انت بتربي تربيه مختلفه عن اللي عليه، انت بقى كأم بتحاربي ده. يعني ايه بنتك تجيب درجه وحشه مثلا وانت عادي تخرجي معاها؟ ما علقتيهاش من ودانها ليه يعني مثلا؟ على فكره وانا يعني زمان لان انا اتجوزت صغيره برضو، خلفت بناتي صغيره. زمان كان سبب من الاسباب ان انا انقل بناتي من مدرسه معينه الانتقادات وكلام الامهات اللي هو ايه ده، دي بنتك جابت كذا يا حرام معلش. انا يعني وقتها ما كانش عندي الوعي الكافي ان انا افهم ان الطفل ده عنده قدرات، كل طفل غير التاني. وخدت قرار انه لا، انا بنتي مش هتنفع في المدرسه دي صعبه عليها فانا هنقلها، وده كان قرار غلط مثلا. بس للاسف عشان ما كانش فيه وعي كافي برضو ان انا ادرك حاجه زي دي. فدي حاجه انا لحد دلوقتي بتعرض لها، الانتقادات دي. اقول لهم يا جماعه انا اللي عايز يشوفني ام مش في دماغها، ام مهمله، انتوا حرين. بس هو انا بالنسبه لي علاقتي ببناتي ملهاش اي علاقه بالتعليم مثلا. لا يعني دي قدره بنتي وتمام، وهي على فكره هي بتنجح يعني وزي الفل، مش مبسوطه. انا بالنسبه لي دايما قلت طالما بنتي مبسوطه وكويسه وبتعمل اللي عليها، لانه في ده الفرق بقى. يعني انت، ودايما اقول لهم كده للبنات عندي، بتعملي اللي عليكي يبقى ساعتها عمري ما هحاسبك. لكن لو انت قصرتي لا، يبقى هنا نقعد ونتكلم. مش هحاسبك برضو، لان دي في الاول في الاخر حياتك، وانت زي ما انت قلتي هم ما بقوش صغيرين، والجيل ده عامه ما بقاش صغير، بقى عندهم وعي اكتر من بقى عندهم وعي اكتر مننا بكتير. بس لا، طالما ما فيش تاثير وبتعمل اللي عليها فخلاص، مش اخر الدنيا يعني. كان ايه السؤال التاني؟ الباوندرز بقى او الحدود اللي بتحطيها لهم علشان تفضلي ماما انتي كيوت ولطيفه وام مختلفه واصحاب بس انا ماما. انا ماما لما بلاقي الحدود دي تعدوها او فهموها غلط انا بسكت. انا بسكت وبدي بوكر فيس، ما بعملش اكتر من كده. والمسج بتوصل يقعدوا يلفوا كده حواليا يومين. حصل لها ايه؟ لا هما بيبقوا عارفين. الجيل ده زي ما قلنا جيل مش ساذج خالص يعني، ربنا يحميهم يا رب. السوشيال ميديا ما خلتش حد ما بقاش فاهم.
تطور عامه، مش بس السوشيال ميديا، تطور في كل حاجه، بقوا فاهمين وعارفين، فهم اذكياء اذكياء جدا، فبيبقوا عارفين ان هم عملوا ايه وايه اللي ضايق ماما والكلام ده كله. انا بفضل ساكته 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 لحد ما هم يجوا لوحدهم ويبداوا الكلام ونبدا نتكلم. لكن لا اكيد ما باخدش طبعا اللي هو الاكشن بزعق وبعمل. بصي هو في الاول في الاخر انا باخدها على ولادنا، مش عشان هم ولادنا فهم ملكنا. دي صح، اعتقاد عندي انا، ما اعرفش ده صح ولا غلط، بس انا دايما اقول هم ولادي بس هم مش ملكي. هم كل واحده فيهم ليها شخصيتها، ليها حياتها، ليها طريقه المكافاه اللي بتحبها، ليها طريقه الحب اللي بتحبه. يعني كل حد، مش حتى عشان اخواتي يبقوا لازم يبقوا زي بعض خالص خالص. فهم مش ملكي، لا هم امانه، هم امانه عندي انا المفروض احافظ عليها. فعشان احافظ عليها دي لازم تتكلمي معاهم وتفهميهم وتديهم من خبرتك وتسيبي لهم مساحه يجربوا. صح. لازم تسيبي مساحه يجربوا، ومساحه ما تبقاش خطره. يعني فانا دايما بحاول اعمل البالانس ده. هو مش سهل بس دايما احاول اعمل البالانس ده. انا بناتي بيشوفوا ان انا اوفر بروتكتيف جدا. شوفي اللي انا بقوله لك ده كله هم بيقولوا عليا اوفر بروتكتيف جدا. ممكن اكون انا فعلا اوفر بروتكتيف، بس مش في كل حاجه. بس في حاجات للاسف في الزمن ده الواحد بقى بيخاف منها وعليهم يعني. فبس دايما بحب اسيب مساحه كده، لا انه لازم تغلط. هو انت لازم تغلطي، بس الغلط انا ابقى عارفه اخره ايه. فاهمه قصدي؟ أيوة. المساحه بقى دي. بس حلو. كنت عايزه اسال سؤال، بس انت قلتي اوفر بروتكتيف. اوفر بروتكتيف انت قلتي علشان المجتمع وانتوا كلكم كده مختلفين، ولا اوفر بروتكتيف علشان عايزه تحميهم من حاجه لينا تعرضت لها قبل كده فبتفديهم؟ يا لهوي على التانيين. طلعت من جوه قوي من المعميق. ممكن بتلعبي انت في حته وحشه قوي. لا لو مش عايزه تردي لا خالص. لا بصي اوفر بروتكتيف علشان انا بالنسبه لي ممكن يعني هقول لك انا بالنسبه لي بناتي هم بحس ان دي الحاجه الوحيده اللي طلعت بيها ربنا يخليهم في حياتي كلها. يعني تعالي قولي لي مثلا انتي سبتي شغلك ما كنتيش بتشتغلي. هو انا قعدت فتره كبيره في حياتي ما بشتغلش علشان انا خايفه اوديهم نيرسري. خايفه عشان انا خايفه اجيب حد يقعد معاهم. لا اللي هو انا مش هنزل اشتغل، انا هقعد بيهم. فاهمه قصدي؟ فانا التايب ده او كنت ده وما زلت ده، بس بدات زي ما تقولي ايه اقوي قلبي شويه. حلو. وهما بيكبروا فده مش صح، لان هو ده في الاول في الاخر مش هيحميهم لحد معين او لسن معين. لو فضلت كده لا هو انا كده هضرهم. لو ما تعاملوش في المجتمع انا هضرهم مش هفيدهم. بحميهم من حاجات يمكن اتعرضت لها اكيد، بس I think انه ده كل اهالينا كانوا كده برضو. مش عايزيننا نتعرض للي هم تعرضوا له. بس ما عنديش مشكله ان هم يتعرضوا او يغلطوا، بس زي ما هرجع اقولك تاني لا هو انا عندي مشكله لحد معين. يعني ما ينفعش ابقى عارفه ان انت رايحه للنار برجلك واقول لك والله جربي. لا مش هتجربي. فاهمه قصدي؟ لكن مثلا حاجه فيها اختيار، والاختيارين دول واحد انا شايفه انه ده الاصح، بس التاني برضو مش اكتر حاجه غلط يعني، او مش غلط اصلا بس هو مش الاصح. لا اختاري وشوفي. ودايما اقول لهم حاجه، انتي اللي هتتحملي نتيجه اختيارك سواء حلو سواء وحش. انت ليكي عندي ان انا اقول لك نصيحتي، ومش شرط خالص ان انا ابقى صح. دايما اقول لهم الكلمه دي، مش شرط خالص على فكره. هو انا بقولها لك بناء على تجربه.
او ان انا سني اكبر منك او ان انا عشت تجارب اكتر منك. لكن هل ده صح؟ لا، على فكره ممكن انت تبقي صح، بس احسبيها واسالي، ومش تساليني انا بس. ودايما اقول لهم تسالي الناس اللي انت عارفه ومتاكده ان هم عايزين لك الخير، ودول بيتعدوا على الصواب. يس الامومه صعبه قوي قوي وملهاش كتالوج. بما انها صعبه وملهاش كتالوج، ازاي لينا اتعاملت مع الامومه بشكل ما يخليش الامومه يعني تبقى حاجز قدام تفردها وتميزها واختلافها؟ بالعكس، انا الامومه دي كانت بالنسبه لي هي اللي ادتني البوش ان انا ابقى مختلفه. حلوه قوي. عمري ما شفت صياغه الامومه والتفرد. عمري ما شفت الامومه ان هي حاجز لاي حاجه في حياتي على فكره. أوي. بصي، انا دايما بقول هي اولويات. كل بني ادم عنده اولويات في حياته. انا من دي 1 الحمد لله كان اولوياتي هم البنات. ولما قررت ان انا اشتغل واعمل اي حاجه في حياتي، في الاول كان بسبب ظروف. اضطريت انزل اشتغل. بس لما نزلت اشتغلت حسيت انه لا، هو انا عايزه ابقى احسن عشانهم. عايزه ابقى مختلفه عشانهم، اقع واقوم عشانهم، ابقى بصوره معينه عشانهم. يعني هم دايما كانوا الهدف وما زالوا الهدف انه انا اطور نفسي وان انا ابقى احسن وان انا اروح في حته احسن. هم دايما الهدف بالنسبه لي. فعمري ما حسيت ان الامومه وقفتني خالص خالص. رغم ان هرجع اقول لك تاني المسؤوليه كبيره كبيره. ان وانا ما شاء الله عندي 3 ربنا يخليهم لك يا رب. ف3 مسؤوليه وما بقدرش اسيبهم وما عنديش سبورت. بس هي اختي بصراحه ربنا يخليها لي، يعني سبورت. بس لا، عمري ما حسيت ان هم موقفين لي حياتي خالص، ولا عمري ندمت ان انا قعدت سنين مثلا ما بعملش اي حاجه في حياتي غيرهم. لا عمري ما ندمت، الحمد لله. بس اهو ساعدوا في رحله الاختلاف والتميز وكبروا، ربنا يخليهم يا رب، وان شاء الله يبقوا هم كمان متميزات يا رب. جبتي سيره السوشيال ميديا. وانتي بتقولي على السوشيال ميديا اتكيتي عليها شويه. ماشي. السوشيال ميديا في حياه الستات المتميزات والمختلفات يا بتبقى حاجه يعني نعمه يقدروا يستغلوها في ان هم يوروا لغيرهم من السيدات تميزهم ويوصلوا لهم مسج زي ما انت بتقولي او رساله يفيدوهم بحاجه جديده. في وقت تاني بتبقى نقمه بتفرقع في وشين. صح. بتعملي بقى التوازن ده ازاي؟ بصي، احنا لو اتكلمنا على السوشيال ميديا انا دايما باجي في الحته اللي انا اسفه هنقعد نتكلم لبكره. بس انا هقول لك على حاجه برضو حابه اقولها قوي. انا اول ما دخلت السوشيال ميديا قعدت 1.5 سنة كده ستراجل. يعني انا مش عارفه اتعامل. مفيش حد بيقول لك اي حاجه. انا مش فاهمه انا بعمل ايه، او مش فاهمه، انا عارفه انا بعمل ايه وعارفه انا عايزه ايه. بس ظبطه السوشيال ميديا دي عشان توصلي للناس الصح اللي انت عايزه يسمعوكي او الناس الشبهك كانت صعبه قوي. لدرجه ان انا جالي في وقت من الاوقات احباط كنت هقفلها. بس رجعت انا لنفسي، لان كل اللي حواليا ما كانش مؤمن باللي انا بعمله. ودي بقى ترجعنا للجزء الاولاني. ما حدش حواليا كان مؤمن ولا فاهم، ولا حتى اختي اكبر سبورت في حياتي ما كانتش فاهمه انا بعمل ايه. بس انا رجعت قلت لنفسي لا، انت عندك هدف. ودي بقى في شخصيتي عامه، يعني دي من وانا صغيره، اللي هو لا، انا عندي حاجه انا هعملها هوصل لها. ففضلت لا، اقع واقوم واتعلم الحمد لله. وبعد كده ربنا وقف لي ناس تعلمني، وبقيت اتعرف على ناس تقول لي اعملي ايه وما تعمليش ايه. لا، في ناس بجد كويسه وبتقول. نقمه او نعمه، هي الاتنين، هو اختيار انت عايزاها تبقى ايه في حياتك. حلو ده. يعني اي حاجه في الدنيا ممكن تبقى نقمه ونعمه. زي ما قلنا الامومه، في امهات للاسف بتشوف ان الامومه وقفت لها حياتها، وانا بشوف ان هي كانت
بتطلعني لقدام. فهو اختيار، انت اخترتي ايه. انا من داي 1 لما قررت اخش السوشيال ميديا، قررت اخش، على فكره انا عايزه اخش السوشيال ميديا من 2012 او 13، بس ما كانش عندي الجرأة، مش عشان اي حاجه، بس انا ما احبش ابدا اعمل حاجه انا مش ملكاها، مش فاهماها. انا فاهماها، وطول عمري بحب الفاشن والكلام ده كله، وعندي العين الحمد لله، بس انا مش ملكاها، ما عنديش التولز. فانا لما قررت اخش ده انا درست ليه، عشان لما اطلع اتكلم مع ناس ابقى طالعه بتكلم وانا واثقه في نفسي وعارفه انا بقول ايه. ليه؟ لان انا دايما عندي حته اللي هو اي حد هيعمل زيك هو ربنا هيحاسبك، سواء في الصح سواء في الغلط. فانا ما ينفعش اطلع ادي معلومه والناس ياخدوا بيها او يعملوها، من ربنا يحاسبني. فاهمه؟ وارجع بقى الامومه بقى ده انا عندي بنات هيطلعوا في ولادي ده مش هنحاسب لوحدي بس فانا لا يعني انا لحد دلوقتي ناس كتير، انا بقالي 4 سنين تقريبا على السوشيال ميديا، 3.5 4. ناس كتير بيشوفوا ان العدد مثلا الفولورز عندي قليل قوي على 4 سنين which is بس انا ما ببصلهاش كده. انا عمري ما ببصت لها كده، انا دايما ببص لها بقى انه لا انا واصله للناس اللي انا عايزه اوصل لها. بس حل. يعني هو ده اللي انا عايزاه. هل كل الناس متفقه عليا؟ اكيد لا، اكيد لا. برضه السوشيال ميديا يعني للاسف بتخلينا مباحين. اي حد بيطلع يقولك اي حاجه في اي حته، وبيدي نفسه الحق 100% انه يعلق ويقول اي كلام حتى لو جارح من غير ما يفكر اللي قدامه ده ممكن كلمه زي دي تعمل فيه ايه. انا الحمد لله رب العالمين من الشخصيات اللي ما بتتاثرش لا بكلام قريب ولا بكلام غريب. اوكي. وده برضه من وانا صغيره. يمكن كنت ممكن اتاثر، بس لا مع الخبره بقى والنضج لا هو انا بجد ما بتاثرش. بس في غيري للاسف بيتاثر. بس انا عندي يعني عندي مفهوم انه هو ما فيش بني ادم بيتفق عليه الناس كلها. لا هو ده طبيعي عادي، الناس هتحبني والناس مش هتحبني، وممكن ناس تبقى عامله لي فولو وما بتطقنيش بس بتستفيد مني، وفي ناس ممكن ما تكونش اصلا بتستفيد مني، مش شبهي مش ستايلي مش وات ايفر، بس عامله لي فولو عشان بيتبسطوا لما بيتفرجوا عليا، بيبتسموا. فهو ده وارد، ده وارد. انا شخصيا كلينا بعمل كده ساعات كتير، يعني بعمل فولو للناس ومش بستفيد منها بس بحبها، بحب طلتهم، بحب اشوفهم، بحب اسمعهم بيتكلموا. والعكس ممكن ابقى عامله فولو للناس مش بس هم بيفيدوني في حاجه معينه او في بارت معين. بس الحمد لله انت عندك الاثنين، عندك الطلة تتحبي من اول نظرة وانسانة مريحة، وعندك ال يعني المعرفة والنوليدج والقيمة اللي هتديها. الحمد لله. بمناسبة بقى القيمة اللي انا قلت عليها دلوقتي، كل اللي انت قلتيه ده من تميز وتفرد وطلوع ونزول وتغيرات في حياتك، ايه القيم اللي كانت بتحرك لينا في الرحلة دي واللي كانت ورا كل اللي احنا شايفينه؟ بصي انا بشوف انه هي بتيجي من التربية من وانتي صغيرة اوريدي، من البيت اللي طلعتي منه، من تربيتك، من المدرسه، من الكوميونتي اللي كان حواليكي، الكلام ده كله، كل ده بيخلينا نكتسب قيم وحاجات حلوه. والاكسبيرينس والشغل على النفس، يعني انت نفسك دلوقتي مش زي من 10 سنين او مش زي من 5 سنين، واقول لك مش زي من سنه بس خالص. بس ده مش كل الناس للأسف. يعني ده البني آدم اللي بيبقى حابب يبقى أحسن، هتلاقيه دايما بيطور من نفسه، دايما بيعلم نفسه. القيم هي القيم العادية جدا. أنا تربيت في بيت عادي، بيت وسط، أسرة عادية، اللي هو الصح صح الغلط غلط. مدرستي كانت راهبات فشداد شوية،
فتربينا على انه في حاجه اسمها صح، في حاجه اسمها غلط، في حاجه اسمها ما يصحش، في حاجه اسمها احترام الكبير، في حاجه يعني دي قيم كلها بتحركك لاي حاجه انت هتعمليها. يعني حتى لو انا مختلفه معاكي مثلا في الراي في حاجه، لا انت لان انت متربيه تربيه معينه، انا مش هينفع اقول لك مثلا كلمه معينه حتى لو انا مختلفه معاكي، لا هسمعك واقول لك انت عندك حق، بس انا ده مش رايي، بس اختلاف الراي لا يفسد للود قضيه مثلا، فاهمه قصدي؟ فاهمك. فهو العادي اللي كان زمان اللي هو ما بقاش عادي دلوقتي للاسف. اوكي طيب يعني ينفع تقول لنا ايه هو العادي بتاع زمان اللي ما بقاش عادي ولا؟ يعني هقول لك على حاجه مثلا، كلمه أو كانت دايما بتتقال لي في البيت، كل مكان ليه لبسه. هل دلوقتي الكلمه دي مفهومه؟ لا الناس بتلبس اي حاجه في اي حته وخلاص. بس انا لحد دلوقتي الكلمه دي محفوره محفوره بالنسبه لي. لا هو كل مكان ليه لبسه. ارجعي لي بقى كده في الفاشن، ارجعي لي في الاتيكيت، ارجعي لي في وات ايفر، هو ده الصح ان كل مكان ليه لبسه. انا على البحر لبسي مختلف، رايحه ميتنج لبسي مختلف، رايحه انترفيو لبسي مختلف، رايحه خارجه مع صحابي لبسي مختلف، خارجه في المول لبسي مختلف، مسافره بره مصر لبسي مختلف. لا هو كل مكان فعلا ليه لبسه. رايحه فاميلي جاترينج مثلا في بيت لبسي مختلف، فهو كل مكان ليه لبسه. يعني هتيجي بقى دلوقتي دريس كود، هو ده اللي بيتفهم. لكن تقولي بقى انه كل مكان ليه لبسه، يقول لك لكل مقام مقال. فاكره الكلمه دي؟ بالظبط. بمناسبه الاتيكيت بقى، طيب عشان الاتيكيت ده حواليه بقى شويه مفاهيم مغلوطه، والناس مش هقول كلهم بس في جزء كبير منهم مش فاهم يعني ايه اتيكيت، وجزء تاني ربطه يعني كاتيجوري او ناس معينه، ويقول لك هو الاتيكيت ده بتاع الاليت، بتاع الناس اللي فوق. مفهوم الاتيكيت للاسف هو في المجتمع معروف انه ازاي ناكل ونشرب بالشوكه والسكينه، ازاي نحط الكوبايه مش عارفه جنب الطبق عامله ازاي. لا هو ده جزء من اتيكيت، وده اسمه اتيكيت الطاوله يعني، او مش فاكره اسمه ايه بالظبط، بس هو ده جزء عامه. بس الاتيكيت ده هو المفروض هو في المعامله اليوميه، هو في حياتنا. الاتيكيت ده لما ابقى داخله مكان وانا قاعده، او حد كبير داخل عليا وانا قاعده ومفيش مكان، فانا هقوم عشان الكبير يقعد، ده اتيكيت. لما ابقى مثلا قاعده قدام حد كبير ما اقدرش اقعد حتى رجل على رجل، ده اتيكيت. اتيكيت في اللبس، في طريقه الكلام، في الحركه، في الوقفه، في المشيه، في ان اتكلم امتى وما اتكلمش امتى. يعني مش عايزه اقول عادي صوتي، لان تعليق الصوت اصلا مش اتيكيت، بس اللي اقصد اقوله انا مثلا تون صوتي عالي ماشي، بس هو ما ينفعش حتى لو دي في طبيعتي ما ينفعش استخدمها في اي مكان وفي اي وقت. ده اتيكيت. اوكي. فالاتيكيت للاسف مفهوم غلط. انا نفسي يعملوا في المدارس. فاكره زمان كانوا بيعملوا لنا حصص اسمها تدبير منزلي. والله كانوا بيعلمونا حاجات كتير جدا فيها. ليه ما فيش اتيكيت في المدارس؟ ليه؟ هو كان في زمان يعني، او ما اعرفش في كل المدارس ولا، بس انا مدرستي كان فيها مع التدبير المنزلي ايوه حاجه ليها علاقه بالحياه اليوميه، وازاي بقى انتي بتمارسيها، وبارت منها كان الاتيكيت. بالظبط. انا لما دخلت الطيران درسنا اتيكيت، لان انتي بتسافري العالم والكلام ده كله، فالمفروض تبقي عارفه تتعاملي ازاي. وانا في المدرسه برضو كان عندنا جزء كبير في المدرسه بيعلمونا اتيكيت، وانت عارفه زي ما هرجع اقول لك الراهبات بيهتموا قوي بالحاجات دي. بس في الزمن ده للاسف لا، مفيش فكره الطفل اللي بيقول لمامته او باباه انت او انتي. لا، فكرة انه دلوقتي بقينا في وقت
انه اللي بيقول حضرتك وحضرتك بقى اسمه متربي زياده عن اللزوم، لا حضرتك هو ده العادي. او معقد او معقد. لا هو ده العادي. ليه العادي بقى غريب واللي مش عادي بقى عادي؟ ليه تفتكري ليه بجد؟ ليه؟ علشان ليها اسباب كتير. يمكن الحياه خلتنا ما بقيناش مركزين زياده، مش زياده، ما بقيناش مركزين اصلا مع ولادنا. يمكن فكره التربيه الحديثه فهمناها غلط، لان هي فعلا بقت مفهومها غلط عند ناس كتير. التربيه الحديثه بقت عند ناس كتير اللي هو سيب الطفل يعمل اللي هو عايزه، يتكلم بالطريقه اللي هو عايزها. لا لا، على فكره هو احنا كان بيتبص لنا البصه وما بنتحركش من مكاننا وطلعنا زي الفل. ايوه شخصيات واقوياء وبنتعامل وبناخد قراراتنا وحياتنا، ولحد دلوقتي بنحترم اهالينا. فلا هو بالانس. لا هو للاسف في مفاهيم كتيره بقت غلط للاسف. صح. انا عايزه اشكرك على حاجه دلوقتي. من كل كلامك ده حقيقي بتوصلي رساله انه الست المختلفه او المميزه هي ست بتلتزم بالاخلاقيات طبعا. وبالعادات وعندها طبعا. قيم محافظه عليها، مش اللي هي المتمرده المجنونه اللي بتعمل اي حاجه في اي وقت. فثانك يو والله، شكرا ليكي. ان هي بالنسبه لي بالظبط زي مفهوم الحريه. يعني في ناس تقول لك الحريه دي ان انا اعمل اللي انا عايزاه. عمر ما الحريه كانت ان انت تعملي اللي انت عايزاه. الحريه دي مسؤوليه. عشان تبقي حره لازم تبقي عارفه كويس قوي القيم والمبادئ والصح والغلط، علشان تقدري تتصرفي من خلالها صح. فساعتها هتبقي حره، هيبقى عندك الاختيار انك تقولي او لا. طول ما انت ما عندكيش الاختيار انك تقولي او لا في اي حاجه هتخشيها، فهو انت مش حر. الحريه عمرها ما كانت اللي هو انزل الساعه 2 بالليل عشان انا عايزه انزل الساعه 2 بالليل. ما هو ده برضو من المفاهيم الغلط. صح. واعتقد انه تبقي عارفه قدراتك وعارفه امتى تقولي وامتى تقولي لا. ده اكتر حاجه بتخلي الست مختلفه ومميزه طبعا، مش اللي هو رايحه مع اللي رايحين. يعني في المجتمع اللي احنا فيه ده طبعا، لان احنا ما تعودناش نقول لا، ما تعلمناش نقول لا. واللي بيقول لا للاسف بيتقال عليه قليل ادب. انت قلت الادب يا حبيبتي. لا ازاي تقولي لا؟ بالظبط. بس هو ازاي بقول لا، هي دي برضو بتفرق. يعني انا بقول لا ازاي وليه، مش عنده وخلاص. لا هو انا بقول لا علشان انا عندي حاجه معينه، ففي ناس معينه في حياتي من حقهم يفهموا انا ليه بقول لا. وفي ناس مش لازم يفهموا انا ليه بقول لا. صح. من كلامك سبيشالي عن الاتيكيت، فخلينا نقول سفرك وتربيتك شويه برا مصر وفي مصر مع الاتيكيت، ازاي استخدمتيهم بقى كادوات ان انتي تقوي فكره ان انتي ست مختلفه ومميزه؟ بصي، الفكرة ان انتي تتعاملي اصلا مع ناس مختلفة وناس جاية من باك جراوندز مختلف عنك. انا زي ما قلت لك انا ده بحبه من وانا صغيرة. to be honest انا الطيران علمني كتير قوي. يعني انا بقول انا قعدت 2 بشتغل كمضيفة، هم بالنسبة لي كانوا كأنهم 5-6 سنين في اي شغلانه هتشتغليها في حته تانية او يعني في مكان عادي. ليه؟ لان انت كل يوم بشتغل مع ناس مختلفه، زمايلي مختلفين، ممكن حد اشوفه النهارده ما اشوفوش عمري كله تاني. يعني اقصد مش نفس التيم، كل يوم انتوا مش نفس التيم. كل يوم بتشوفي جنسيات مختلفه، شعوب مختلفه، بتروحي بلاد مختلفه، بتتعلمي ثقافات مختلفه. حلو. فكل ده بيخليكي مختلفة، لان انتي بتاخدي من كل حد حاجة.
بس لازم تبقي برضو عندك القيم بتاعتك علشان ما تفقديش الهويه. تفضلي مختلفه وتفضلي زي ما بالظبط. بتاخدي اللي يناسبك. حلو. يعني بتاخدي اللي، ودايما انا اقول بتاخدي اللي يناسبك دي برضو في الفاشن. يعني دايما بقولها عندي على البيج بتاعتي انه ما تمشوش ورا الترند، خدي منه اللي يناسبك انت، اللي يناسب المجتمع اللي انت عايشه فيه، اللي يناسب يومك، اللي يناسب طريقه عيشتك، طريقه حياتك. فاهمه قصدي؟ فهو سيم. انا هقعد معاكي النهارده، احنا ممكن نكون جايين من باك جراوند مختلفه، هتعلم منك حاجه اكيد، بس مش كل حاجه ممكن تبقى مناسبه ليا، والعكس صحيح، بس اكيد هطلع منك بحاجه. يس، الحاجه المناسبه ليكي اللي هتخليكي مختلفه، مش كوبي من بالظبط. لكن البني ادم لازم، او انا بشوف انه الست الواعيه برضو لازم تبقى عندها حته ان هي تفتح مخها وتسمع. اسمعي، بس اعرفي كويس قوي وانتي بتسمعي او وانتي بتتفرجي بتسمعي ايه وبتتفرجي على ايه. لانه هو ده اللي لو ما عملتيش عليه فلتر هيجيلك وقت وهيبقى عادي. فهمتي قصدي ايه؟ يعني لو مش كل فترة فلترتي اللي انتي بتتفرجي عليه واللي انتي بتسمعيه، هيبقى بعد فترة على عينك وعلى ودنك عادي، فالاختلاف هيروح. حلو. دلوقتي خلينا نقول، بما ان احنا جبنا سيرة الاختلاف بقى واحنا مختلفين وكده، امتى الاختلاف كان بالنسبة لينا حاجز او قفص بيمنعها عن نجاح، عن اي حاجة تانية؟ ممكن اقول الفترة الحالية على فكرة. فكرة ان انا عندي كتير قوي نفسي اساعد بيه ستات، بس لان انا مختلفة فمش اي حد بياخد الاختلاف ده عادي، فمش قادرة اوصل للي انا عايزة اوصل له صح. اوكي. لانه هرجع اقول لك تاني، العادي بالنسبه لي مش مناسب ليا، مش مناسب لا لقيمي ولا اللي انا اتربيت عليه ولا الكلام ده كله، ولا ده اللي انا عايزاه. علشان انا مختلفه فمش قادره اوصل للي انا عايزه اوصل له صح. اوكي. طيب ايه اللي ممكن يحصل وايه اللي لينا ممكن تعمله علشان تخرج بره الحاجز ده وتوصل اللي هي عايزه توصله لكل الستات؟ معجزه. ممكن تكون ايه المعجزه دي؟ معجزه ممكن تكون ايه؟ بصي مش عارفه، بس لا حقيقي مش عارفه، بس هو اللي انا متاكده منه، انا برضو مش متضايقه يعني. رغم ان انا حاسه ان انا مش واصله للي انا عايزه اوصل له بالصوره اللي انا رسماها، بس انا مش متضايقه، بالعكس انا برضو شايفه انه لا، انا واصله لحاجه حلوه جدا والمرحله كويسه جدا والحمد لله واصله للناس، والفيدباك اللي بيجي لي من ناس ما اعرفهاش قد ايه انه لا بنستفيد منك، وانه بجد كيب ات، وما بقاش في حد مختلف كده دلوقتي، وما بقاش في حد بيعمل كده دلوقتي. فده بيحسسني انه هو لا الحمد لله، هو احنا لسه في زينا كتير. طب الحمد يعني لله، الحمد لله بجد، الحمد لله. وده لعلمك ده من لما بيجي لي لحظه احباط ده من الحاجات اللي بتخليني لا قومي. عارفه اقول لك على حاجه دايما بقيت اقولها لنفسي، انا لو 3 بس بيتفرجوا عليا وبيستفيدوا مني هفضل اكمل. حلو قوي. لا هم اكتر من 3. لا بس فاهمه قصدي لدرجه ايه؟ يعني دايما اقولها لنفسي لا خلاص، طالما في ان شاء الله حد واحد بيستفيد مني يبقى ربنا حاططني في حياته مسج، فانا هفضل اكمل ان شاء الله ان شاء الله. طيب الاختلاف مش طول الوقت بيبقى لطيف، لانه بيحط على الستات شويه كده اعباء، اوقات بيستخدم كسلاح ضدها،
اوقات بيعمل لها بيرن اوت او احتراق. فلو لينا كانت اتعرضت للكومبو اللي انا قلته ده طبعا واجهته ازاي، وايه بقى نوعية الحدود اللي بقت بترسمها لنفسها وللغير؟ بصي، انك تكوني مختلفة وتقولي لأ او تاخدي قراراتك بنفسك، واحنا الستات في مجتمع عربي ما بيتقالش انه ده اختلاف، ما بيتقالش حاجة، ما بيتقالش غير انه دي ست قوية ومفترية بس لا، هو انت لا انت قويه ولا انت مفتريه، هو انت عندك شخصيه وعارفه انت عايزه ايه، ودي حاجه حلوه جدا. فكون اللي قدامك مش فاهم ده، فالمشكله عنده مش عندي. ومهما كان قريب مني انا كلينا، ما اعرفش ده صح ولا غلط، بس انا بتعامل كده، انه مهما كان اللي قدامي ده قريب مني، فلو هو مش واصل له المسج صح، مش مشكلتي ان انا اوصلها لك صح طالما مش بضر فخلاص دي مش مشكلتي. كان ايه بقيه السؤال؟ الحدود بقى اللي حطيتيها لينا علشان ما توصلش لمرحله الاحتراق، واللي حطيتيها للي براكي للغير علشان ما يستخدموهوش كأداة ضغط ضد. بصي، الحدود اللي انا حطيتها لنفسي عشان ما اوصلش لمرحله الاحتراق هو انه ما اسمعش لحد وما احكيش لحد انا عارفه انه هو مش فاهمني اصلا. يعني مش بحكي وخلاص ومش بقوله وخلاص، ومش معنى كده ان هو وحش او انا وحشه، بس هو لغه تواصل. في حد هيبقى فاهم دماغك وفي حد لا، ومش فاهمها دي اللي هو لازم يوافق على اللي انا بقوله. ممكن اكون بحكي لحد وانا عارفه ان هو فاهم دماغي، بس هو ممكن ما يوافقنيش، وده كويس مش وحش خالص. بس بتحكي لمين وما بحكيش لمين، هي دي الحدود اللي انا حطاها لنفسي. مش اي حاجه تتحكي لاي حد. للناس اللي حواليا سيم، انا مش بحكي لحد وموصله دايما مسج انه انا ما بحبش حد يعرف عني كل حاجه، فده مش هيضركم. ولو حد سألني سؤال دايركت انا مش عايزه اجاوب عليه بطريقه لطيفه ومهذبه، مش حابه ارد بس. فبتوصل المسج، فبالتالي على فكره هو انا خدت وقت كبير لحد ما احط الحدود دي. لانه انا برضو كنت افيلبل للناس كلها بطريقه تعبتني انا. فانا مش بقولك ده طول عمري بعمله، لا، هو ريسنتلي. حلو. فخدت وقت لحد ما اللي حواليا تفهموا ده، وانا قدرت اعمل ده، ما كانتش بسهوله يعني. شابوك. طيب هو سؤال سخيف، بس انا عارفه انه معظم الستات المختلفات والمميزات بيتقال كده، يا بيدفعوا ثمن حاجات، يا بيضحوا بحاجات، يا بيحاسبوا على المشاريب. حلوه ومختلفه، حاسبي بقى. يلا بقى يلا. ايه بقى؟ بصي هقولك على حاجه، والله ما كلام بودكاست يعني، لا احنا مش في بودكاست، احنا بنحكي. بس دي حقيقه، انا ما بعرفش ابكي على اللبن المسكوب. حلو قوي. انا ما بعرفش ابص ورا. انا بالنسبه لي اللي حصل مش ان انا البسه لحد ده اللي هيخليني اعرف اكمل خالص. بالعكس، انا دايما اقول المشكله حصلت، ما تاخدش معاكي اكتر من يومين. اكتر من يومين زعل وتفكير، بعد كده انت بتفكري في الدرس اللي من وراها. اكتر من كده هي خلصت. هي خلصت، احنا عايزين نموف، يلا، مفيش وقت. اللي بعده نكست، لسه في مشاكل، مفيش حاجه بتفضل على حالها، لا الحلو ولا الوحش. ففكره ان انا اكون حتى في دماغي بحاسب على المشاريب او ان انا كده، انا ما بحطهاش في دماغي اصلا. حلو قوي خالص، لانه دي حاجه مش هتاذي حد غيري انا، هتعطلني انا،
وانا بني ادم الحمد لله رب العالمين ما بحبش اتعرض. الحمد لله، وده جزء من التميز والتفرد. يس الحمد لله. حلو، الحمد لله. نكست بقى، لو بعد كل اللي انت قلتيه ده لسه في ست خايفه ان هي تبقى بتعلن عن تميزها وتفردها، خايفه من كلام الناس، خايفه من الضغوط اللي هتبقى عليها، لينا هتقول لها رساله ايه؟ بصي انا كنت في وقت من الاوقات خايفه في حاجات كتير جدا، وقرارات كتير جدا 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 اجلتها عشان خايفه. بس وصلت بان الخوف ده ربنا خلقه عشان يحمينا مش عشان يعطلنا. العقل دايما بيميل للي عارفه، لكن المجهول كسلان قوي. يس، لكن المجهول بالنسبه له بيبقى لا، اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. بقى احنا لسه هنخش في مواويل ويا يطلع حلو يا يطلع وحش، لا هيطلع وحش. دايما عقلك بيديك الانديكيشن لده. بس لما تبقي دارسه حاجه صح وحاسبه لها صح ومتكله على الله، لا ما تخليش حاجه توقفك، لان خوفك ساعتها هيكون بيعطلك مش بيحميكي. طالما يعني طالما دارسه وحاسباها ومتكله على الله، فخلاص خلاص سيبيها بقى واتجهي فيها واشتغلي عليها. لانه زي ما هرجع اقولها تاني، الخوف، ودي كلمه دايما اقولها لبناتي، الخوف ربنا خلقه علشان يحمينا مش علشان يعطلنا. حلو قوي. فالوعي هنا مهم جدا. حلو، الوعي نعمه والله. والله. الرساله بقى اللي لينا هتبعتها لينا في اخر حلقتنا ايه؟ لها فخوره بيكي. يس، ويا رب اقدر اعمل كل اللي نفسي فيه، وانه بجد اساعد الستات على قد ما اقدر. وهونيها عليكي شويه. هونيها لينا بقى، ساعات ما بهونهاش قوي بصراحه. هونيها لينا، هونيها لينا، واسمعي الكلام اللي بتقوليه للستات، سمعيه لنفسك. لا بسمعه لنفسي على فكره، وبقوله على فكره بصوت عالي والله. ساعات لما بحس ان انا جايه على نفسي قوي، لا اهدي كده، انت زي الفل، فيكي ايه، قومي كده. ميرسي جدا. ميرسي، الكلام معاكي ممتع ومش عايزاه يخلص. انا انبسطت معاكي جدا، وانا كمان. وان شاء الله هنتقابل في يوم ما تاني، امتى وفين مش عارفين، ونكمل بقيه الحكاوي ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي ليكي. الحكاوي ما بتنتهيش والرحله مكمله، بس حكايتنا النهارده خلصت. لو عايزه تاخدي رساله ودرس اتعلمتيه من الرحله بسرعه اكتبيه واعرفي ايه هو، هتستفادي. ولو عندك موضوع معين عايزه تتكلمي فيه، ابعتلنا في الكومنتس. ولو عايزه ضيفه بعينها تكون موجوده معانا هنا على الكرسي ده، برضو ابعتلنا. شكرا.